اونتر بارونتيز خرجت بعدا فاش خرجت انا وحيدوا لي هذاك الباش وزنوني فيها 29 كيلو بحال شي دريج صغير. تخيل معايا تكون وسط زنزانه فيها طواليط عباره على ثقبه فيها تتلوح المخلفات ديالك، ويكون الهم ديالك الوحيد طوال سنوات انها ما تسدش ديك الثقبه، حيت الا مشات حتى تسدات غادي تموت وغادي تغرق وسط المخلفات ديالك. وباش ما تخنقش ليك ديك التقيبه كيخاصك تقضي حاجتك في الطبسيل اللي كتاكل فيه، وتشد ديك كاكا وعاد تفرتها بيديك وعاد ديرها في ديك التقيبه باش ما تخنقش. او انه يجيك صداع حاد في الدرسه وطلب من الحراس غير كلاب باش تقلع ديك الدرسه ويبداو يضحكوا عليك وتضرب راسك مع الحيط باش تخفف من حده الالم. هذا غير شويه من بزاف ديال المعاناه اللي عاشوهم معتقلين تازمامارت. سيداتي سادتي، كنقدم لكم قصه المعاناه والتعذيب ديال 20 عام في معتقل تازمامارت، احد افضل مراكز الاعتقال السريه في العالم، او ما يسمى بسجن الموت. في عام 1971 غادي يدبر المذبوح وأعباب الانقلاب على الحسن الثاني، وطبعا حتى واحد ما كان عارف هذا البلان من غيرهم. ناضوا استغلوا الطلاب ديال مدرسه أهرموم العسكريه باش ينفذوا بهم الانقلاب، وقال لهم باللي باغيين يديروا واحد الدوريه كيف العاده، ولكن هاد المره في هاد المهمه غادي نشدوا شي ناس باغيين ينوضوا الفتنه في شي مناطق في الصخيرات، يعني شي توريين خصنا نهجموا عليهم. هذه هي الكذبه اللي صنعها أعباب والمذبوح، تكون قالوا لهم غادي نديروا الانقلاب غير رفضوا. المهم هادو كلهم تقريبا ما عارفينش القصر ديال الملك فين جا في الصخيرات. ملي وصلوا بداو في التشرشين بالقرطاس على القصر، ودخلوا القصر بالاوامر ديال المذبوح، وملي دخلوا تصدموا لقاو راسهم كينفذوا في الانقلاب بلا ما يعرفوا. هنا حسوا بريوسهم ضحايا حيت قول بهم المذبوح واستغلهم، ولكن ما عرفوا ما يديروش بكوها قرطاس، حيت حتى داك الوقت اللي غتحتاجوا باش تحل هاد الخدعه في داك الموقف وفي داك الجو ديال القرطاس ما كاينش. وبعد ما فشلت المحاوله غيتم القاء القبض على كل شيء، وغيتم اعدام كاع الضباط اللي كانوا معاونين الكولونيل أعبابو، والطلبه اللي متورطين غيعطيهم عقوبات حبسيه ما بين 2 حتى ل5 سنين، وهما في السجن العادي في السجن العسكري بقنيطره. ومن بعد غادي نقلوهم للمطار الرشيديه، ومن ثم للمعتقل السري تازمامارت. وكيف قلت لكم هادشي كامل تم بطريقه سريه باش ما تدخل لا منظمه دوليه لا جمعيات حقوق الانسان لا حتى جهه معينه اخرى. والهدف طبعا هو العذاب وتمهيد الموت البطيء تحت ظروف لا إنسانية. كان الغرض من إرسالهم لهذا المعتقل هو أنهم يموتوا موت بطيء وفي أشد العذاب والألم، إذ أنهم غادي يدوزوا قرابة 20 عام في هذا المعتقل. هذا 20 عام من العذاب والقهر والألم والجنون النفسي. كل واحد في زنزانة بحال شي صندوق ما فيه لا ضوء لا غطاء لا فراش لا حتى شي حاجة. الموت ديال البرد في الشتاء والموت ديال الصهد في الصيف، زائد المعامله الساديه من قبل الحراس ومدير المعتقل اللي ما كيعرفش الرحمه. هذا الحبس تصمم بواحد الطريقه مرعبه، فيه 58 زنزانه مفرقه على 2 بلوكات، بلوك او بلوك بي. كل زنزانه كانت عباره على بكيه الوقيد او القبر، فيها 3 متر طول و2 متر عرض و4 متر في العلو. المعتقلين كانوا كيموتوا بالبرد في ايامات الشتاء بسبب هذا العلو المرتفع، وكانت مسقفه بالقصدير، يعني كانوا كيموتوا بالصهد في الصيف حيت القصدير كيشد الشمس. باب الزنزانه فيه 7 ديال التقابي صغار، هما مناش كيتنفس السجين وكيدخل منهم شويه ديال الضوء في الصباح، اما بقيه الاوقات فكان فيها الظلام 24 ساعه على 24. المهندس اللي صمم داك الحبس غالبا غادي يكون شي واحد مريض نفسي ما كيعرفش شي حاجه سميتها الرحمه واختصاصي في التعذيب، حيت اي حاجه دارها في ديك الحبس دارها باش تعذب داك السجين وبدقه متناهيه. وبغيتك تخيل معايا حجم العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي اللي دازوا منه معتقلين تازمامارت داك الوقت. ما بين 1973 حتى 1991 كان 58 شاب مغربي من خيرات الضباط والطيارين في الجيش كيدوزوا زهره الشباب ديالهم فيما يشبه مقبره للاحياء. والمؤلم في الامر انهم كانوا بريئين من محاوله انقلاب بجوج، كل ما داروا هو تنفيذ اوامر الرؤساء ديالهم واللي هي مفروض عليهم اساسا. وحسب روايات بعض الناجين من تازمامارت بحال احمد المرزوقي وصلاح حشاد والرايس، فالغرض من ارسالهم لهذا الجحيم ديال تازمامارت كان هو يموتوا بموت بطيء وفي اشد العذاب، حيت قطعوا عليهم كل اسباب التمسك بالحياه والتواصل مع العالم الخارجي، وعائلاتهم ما عرفوهمش فين غبروا، وحتى هما براسهم ما عرفوش فين بلاصه كاينين. فهاديك 58 واحد فقط 28 واحد منهم اللي قدروا يصبروا ويتشبتوا بإرادة الحياة لمدة 18 عام وكتب لهم الله النجاة، في حين ماتوا 30 واحد بسبب البرد والجوع والمرض والعزلة. كاين اللي حماق، كاين اللي تشلل، وكاين اللي بقى كيطلب في النجدة حتى مات، كاين اللي مات غير بالفقصة ووصل الأمر للأحياء أنهم يتمنوا الموت.
واخا نوصف لكم بشاعة الظروف اللي دازوا منها المعتقلين فما يمكنش تصوروا ولا تخيلوا غير ذره من داك الظروف اللي عاشوا. تخيلوا معايا ان الطواليطات ما كاينينش، كاينه غير تقيبه وغير بشويقيق ديال البراز يمكن تسد. وجعل لسان احمد المرزوقي اللي كان احد المعتقلين انه كان كيقضي حاجته في الطبسيل اللي كياكل فيه، كيشد كاكا بيدو كيفرتشها وعاد تيديرها في ديك التقيبه. هادشي باش ما تخنقش، وهادشي غير شويه من بزاف، حيت راه كاين معتقلين اللي فقدوا عقلهم جراء هاد القساوه، وكاين اللي شنق راسو حيت ما قدرش يستحمل هاد العذاب والعيش في هاد الجحيم. اما الناس اللي بقاو شادين راسهم شويه فكانوا كيتمناو الموت على هاد العيشه هادي. بدات الماكله والو، بدينا نغوتو، درنا الاضراب ديال 4 ايام ديال الجوع. ما جا داك واحد قال لنا كاع لا تعيوا راسكم راه واخا تبقاو تموتوا راه غادي. تخيلوا معايا ان هذا المعتقل كان سري لواحد الدرجه ما كتصورش، لدرجه حتى واحد ما كان سايق ليه الخبار، لا راعي غنم لا عابر سبيل لا اي واحد تيدوز من حداه، وحتى الناس اللي كانوا ساكنين تما حتى واحد ما كان كيعرف ان هذاك راه معتقل سري كتمارس فيه ابشع الاعمال الوحشيه في ظل وجود جهات هدفها الاسمى هو احترام حقوق الانسان ومحاربه التعذيب. المرزوقي في واحد الفصل في الكتاب ديالو غادي يبدا يحكي على دوك 58 واحد اللي كانوا معاه، وكيعاود على الظروف اللي عاشوا واحد بواحد والتعذيب اللي تعرضوا ليه حتى ماتوا ودفنوهم في وسط زمان مارس، وكانوا كيحبسوا عليهم الدواء وحتى الماكله كانت قليله وما كيعطيهمش باش يتغطاو لدرجه كيجريو وسط الحبس باش يسخنوا. وكيعاود على شي وحدين ماتوا غير بالبرد وشي وحدين انتحروا حيت ما قدروش يتقبلوا داك الشيء اللي كيوقع تما. المرزوقي بصفه عامه كيعاود على داك الشيء اللي كان كيوقع في زمان مارس، وذكر شي لعيبات بحال شي رموز لفظيه باش يتواصلوا بيناتهم، يعني شي لغه اللي غيفهموها غير هما باش حراس السجن ما يفهموا والو. حتى زمان مارس ما عمر شي واحد كان غادي يعرف انه كاين او لا موجود اصلا، وما عمر شي سجين كان غادي يخرج منه. لولا واحد الطيار من المعتقلين سميتو مبارك الطويل مزوج واحده امريكانيه سميتها نانسي، وبالمساعده ديال بعض الحراس سواء اللي كانوا متعاطفين معاهم او اللي كانوا غيدوروا فيها صريف، قدر يسرب ليه عده رسائل فيها باللي راه مازال عايش في واحد الحبس قريب من الصحراء سميتو زمان مارس، وحيت هو طيار راه عرف البلاصه وكيعيش في ظروف كارثيه هو وعدد من المعتقلين، وطلب منا التعاون خاصة أنه كان مريض. هاد نانسي هي اللي لعبت دور البطولة في الإفراج على المعتقلين، بحيث دات هذوك الرسائل جمعيات حقوقية والوسائل الإعلام في أمريكا اللي غادا تمارس ضغط كبير على المغرب بغية الكشف عن مصير المعتقلين. هاد الضغط غادي يتزاد بعد ما تسربات عدة رسائل أخرى لعائلات وزوجات المعتقلين. وكان السياسي اليساري محمد بن سعيد أيت إيدر أول سياسي مغربي كيطرح موضوع معتقل زمان مارس، وهو بدور اقترح الأمر على رؤساء الفرق ولكن ما بغاوش ليه. هنا السي بن سعيد غيترجل وغادي يطرح القضيه بوحده تحت قبه البرلمان في الوقت اللي كان فيه البصري كاين فيه نفي قاطع وجود اي سجن سري سميتو زمان مارس. مع تسربات قصه المعتقل كبر الضغط الاعلامي والحقوقي من خارج المغرب للكشف عن مصير المعتقلين. وفي 23 أكتوبر 1991 غيحولوا المعتقلين للسجن العسكري بمدرسة أهرمومو، وبداو كيوكلوهم مزيان وكيتهلاو فيهم باش يرجعوا بحال الناس، حيت راهم كانوا بحال أصحاب الكهف وكانوا مجرد هياكل عظمية، لدرجة أن واحد لصق ليه السروال مع اللحم ديالو من يبغاو يحيدوه ويلبسوا سروال جديد. وكل ما تحسنات الحالة ديال شي سجين كيعطيوهم مصحف ديال القرآن الكريم. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات، أتمنى تكونوا استفدتوا معنا. شكرا لكم على المتابعة ديالكم، السلام عليكم. وقلت أجمل ما يصور هذا الشيء هو واحد الآية ديال الله سبحانه وتعالى كيقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا هو الآية اللي كتصور بإيجاز زمان مارس.